هيحصل ايه لو عملنا من القلقاس بطاطس محمره؟ احنا ليه هنعمل كده بقى؟ اولا الاتنين شبه بعض، البطاطس والقلقاس الاتنين ممكن يتعملوا طبيخ، الاتنين ضرنه فيهم نشا، هتاكل حاجه شبه البطاطس بس بفوائد القلقاس. فجبنا القلقاس الحلوه بتاعتنا قشرناها وبعدين قطعناها صوابع شبه البطاطس بالظبط ونزلناها في الزيت عشان تطلع في الاخر صوابع قلقاس محمره في منتهى الغرابه. طبعا مش هتصدقوا ان الطعم قريب بنسبه مثلا 95%. انت حرفيا لو مغمى عينك وبتاكل القلقاس من غير ما تشوفه هتحس ان هو بطاطس جدا، بالذات لو حطيت عليه شويه ملح وتوابل وكده. بس هو للامانه يعني لو ركزت وعصرت دماغك في الاخر خالص بتحس بافتر تيست كده شبه القلقاس، وبتحس في اخر القطمه خالص بحاجه كده كان في نشا زياده في بقك اللي هو بتاع القلقاس طبعا. بس عموما يعني لو انت مديه لطفل مثلا مش هيفرق. خد بقى فرق الفوائد بين البطاطس والقلقاس. اولا القلقاس فيه ضعف كميه الالياف اللي موجوده في البطاطس، بيفرق جدا في صحه الجهاز الهضمي، بيفرق في السيطره على سكر الدم، ده غير ان فيه مستويات عاليه جدا من معادن معينه زي المنجنيز والبوتاسيوم. ده حتى الكربوهيدرات الكتير اللي هي موجوده في القلقاس دي كربوهيدرات مفيده، يعني بيعتبروها نشا مقاوم، هي اصلا بتساعد في ضبط سكر الدم، مش كربوهيدرات ضاره خالص زي الدقيق الابيض مثلا.